ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني قوي قوي. النهارده جايه لكم بالفيديو اللي انا كنت منزله الصوره بتاعته. القمر بتاعنا ده كروان الغردقه بجد مش كلام. وانا نزلت لكم صوتها على المنتدى. يا رب يكون عجبكم، ونزلتها لكم فيديو شورت شويه صغير. طبعا المعتاد بتاعنا ان انا ببدأ انضف البشرة زي ما انتم شايفين كده. بنضفه بالميسلار، بقطنة خاصة بالميك اب. نضفت زي ما انتم شايفين كده، وهبدأ بعد كده ارطب البشره. احنا كنا صاحيين بدري، فهي زي ما انتم شايفين كده فعلا كانت مرهقه جدا، بس اللوك في الاخر هيعجبكم جدا. هو اللوك ناعم جدا وبسيط قوي 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 فوق ما تتخيلوا، بس بجد كان قمر قوي فيها. ف يعني عايزين بقى تشجيع، يعني زي ما بنقول كده تشجيع حلو قوي. بحط المرطب بتاع كلينيك زي ما انتم شايفين. العبوه بتاعتي قربت تخلص، بس انا بعزه، يعني انا بحب المرطب بتاع كلينيك لان هو بيناسب كل البشرات او معظم البشرات، فانا مرتاحه فيه جدا جدا جدا. طبعا اكيد انت لغايه دلوقتي مليون في الميه انت ما حطيتيش اللايك بتاعك، فمن فضلك انزلي حطي اللايك. يلا تعالي لي تاني علشان تسمعي باقي الفيديو. الفيديو حلو قوي. انا شخصيا كنت مبسوطه معاها جدا جدا جدا، قعدتها ما يتشبعش منها. ف يعني هتشوفوا تكنيك حلو قوي وحركات على قد ما هي بسيطه بس حلوه. ده الكريم بتاع كيلز بتاع الخطوط اللي تحت العين. هي عندها حبه خطوط يعني حلوين تحت العين، كتير تحت العين. فطبعا مهم جدا انك تظبطيه قبل ما تشتغلي، او تظبطي كل المشاكل بتاعه البشره قبل ما تشتغلي. تمام. زي ما انتم شايفين كده حطيت الكريم تحت العين، وهبدأ استنى شوية لغاية ما البشرة تشرب الكريم بالكامل عشان ابدأ اخش على اللوك بتاعي. الفيديو بتاعنا حلو، من فضلكم شوفوه للاخر. لو انتي وصلتي معايا لغاية هنا قوليلي الفيديو حلو وكملي معايا، ولو نسيتي اللايك انزلي حطي اللايك، ولو انتي اصلا ما اشتركتيش من فضلك اشتركي واعملي فعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من القناة. والبنات حبايبي كلهم اللي بجد كل واحدة فيهم بعتز بمحبتها جدا، تعمل شير على الجروبات عشان القناة تتعرف اكتر. ده بنات الساحر، ده المعجزة فعلا بتاعت الميك اب. ده الجل الاخضر بتاع كيرلان. بجد بجد يا بنات اللي ما بتشتغلش بيه فايتها كتير جدا. انا تقريبا دلوقتي صدقوني بامانه بستغنى مع ناس كتير عن البرايمر، لان هو بيشتغل كذا شغلانه. يعني هو مرطب، يعني هو برايمر، يعني هو بصي لو حصل معاكي اي خطأ وانتي بتشتغلي بتقدري تعالجيه بالكيرولان بسهوله جدا. وان شاء الله يعني مش عارفه في الفيديو ده تصور ان انا وانا بشتغل حصلت معايا مشكله وعالجته بسهوله جدا بالجل بتاع كيرولان. لو ما مش في الفيديو ده يبقى هتشوفوه فيديوهات تانية. انا عندي كم من الفيديوهات كتيره بس انا مش عارفه انزل لانه مشغوله. زي ما انتم شايفين حطيت الكيرولان وهبدا دلوقتي اكنتر او اصحح الديفوهات اللي موجوده. الديفوهات دي عباره عن البقع البنيه. البقع البنيه قلنا يا بنات نكنترها بايه؟ بالكوريكتور الاورنج، ولو البقع حمراء يبقى بالكوريكتور الاخضر، ولو بقع او خطوط في البشره اللي هي الخطوط العروق بيبقى بالموف. كده جبت الفاونديشن بتاع نارس. طبعا من يعني اقول لكم ايه، انا ممكن اقول فيه شعر لانه فعلا من احلى الفاونديشن اللي اشتغلت بيه. هبدأ اوزعه على الوجه زي ما انتم شايفين. تمام.
زي ما انتم شايفين التغطيه بتاعته حلوه جدا جدا. وكمان في تركايه حلوه جدا انه قابل للبناء. اللي وصلت معايا للفيديو للحته دي تقولي يعني ايه قابل للبناء، وهرد عليكم في الكومنتات. معلومه مهمه جدا جدا لازم تبقي عارفاها. كده وزعت بالفرشه، وهبدا اجيب البيوتي بلندر بتاعتي اللي لازم تبقى مبلوله، وابدا اعمل تاب على كامل الوجه زي ما انتم شايفين. لازم اطبطب كتير جدا. الطبطبه دي بتفيد ان الفاونديشن بيثبت معايا اكتر، بيديله عمر اطول ان هو يثبت في البشره، طبعا مهم قوي. وزي ما انتم شايفين الكفر بتاعته حلوه جدا 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 جدا. تمام. بطبطب بالشكل ده. يعني لو عايزيني اسكت شويه دلوقتي واسيبكم على الطبطبه دي هسيبكم، عشان تعرفوا ان الطبطبه اهم من اي حاجه في الدنيا. مهمه جدا يا بنات الطبطبه. عندي حكايه حلوه قوي نفسي اطلع لايف احكيها لكم. ادعوا لي ان انا اوفق وقت كده ونطلع ان شاء الله نحكي الحكايه اللي جاتني. زي ما انتم شايفين كده بطبطب، وهي قمرايه وحلوه وسكر. نورتيني يا كريستينا يا حبيبتي. كروان الغردقه بجد يا بنات، اللي سمع صوتها بجد بجد تأثر، صوتها بجد يأثر، يعني صوتها حلو قوي. كده يا بنات وزعت الفاونديشن على كامل الوجه زي ما انتم شايفين. تمام. طب بس ايه رأيكم يا بنات؟ الاحلى ليكوا بتبقوا مبسوطين اكتر لما اعمل المونتاج لوحده ويبقى القناة يعني الفيديو مختصر بس على الشرح، ولا تحبوا ان كل حاجة تبقى معاكوا؟ قولوا لي برضو في التعليقات حابين ايه، المونتاج يبقى لوحده كده ولا يبقى كل حاجة تبقى معاكم لايف كده. جبت الكونتور ده، الكونتور ده شوية على لون افتح شوية من الكيرولان، جاي على اورنج شوية. حبيت ارفع خدود لانه يعني شوية خدودها قليلة، هي اصلا رفيعة يعني فخدودها قليلة، فحبيت ارفع خدود زي ما انتم شايفين. تمام. طبعا انتوا بتلاحظوا ان كل زبايني بحكي معاهم كتير لانهم كلهم معرفه سابقه جدا. الكونسيلر بتاعي من تو فيس، تو فيسد، سوري انا اسفه، دايما بغلط فيه، بس هو بجد 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 من احلى الكونسيلر، احلى من حاجات كتير. واو بجد حلو جدا. اولا سهل جدا في الدمج جدا، وده استنوا بقى عشان اجمع معاكم. ده التنت، معلش. زي ما انتم شايفين كده بحط التنت فوق خط الكونتور، وهبدأ دلوقتي يا بنات ادمج الكونتور. يلا نخش على دمج الكونتور ونقول اللي وصلت معايا للفيديو هنا من فضلكم تقول لي يلا ندمج الكونتور. انا ليه بقول لكم كده يا بنات؟ عشان عايزاكم تكملوا الفيديو للاخر. في تريكات ممكن تستهوني بيها، بس لما تشوفيها عملي تستفيدي اكتر. طبعا بجيب الفرشه بتاعتي، الفرشه بتاعتي كومباكت من سوري، الفرشه بتاعتي مش فلافي، الفرشه بتاعتي بتبقى شعرها كثيف جدا من جسب.
دي بس بدمج الحاجات في مكانها. زي ما انتم شايفين كل حاجة في مكانها، سواء الكونتور او البلاشر الكريمي او التنت او ايا كان اللي بدمجه دلوقتي بدمجه في مكانه زي ما انتم شايفين. تمام، دمجت كل حاجة في مكانها وهرجع اقول لكم هنعمل ايه. يلا بينا ونرجع نقول الخطوة اللي بعدها هتبقى ايه. كده بدمج الكونتور بتاع الانف، جبت فرشة ارفع من بتاعة الوجه وببدأ ادمج الكونتور زي ما انتوا شايفين يا بنات. شايفين الحكاية سهلة قد ايه؟ بس الحكاية سهلة، بس عايزة تدريب مستمر، عايزة شغل كتير، ما توقفيش ابدا لأي سبب من الاسباب. مفيش حاجة ممكن تفيدك او تنفعك الا شغلك اللي انتي بتأسسيه. نجاحك ده بتاعك انتي، مش بتاع حد تاني ابدا. مجهودك وتعبك اللي بتعمليه يوميا ده بتاعك انتي، محدش له فضل عليه الا ربنا. وقفة ربنا معاكي وسندة ربنا معاكي حبيبتي هي الحاجة الوحيدة اللي ممكن يعني اقولك دي الحاجة الوحيدة اللي نشكر ربنا كلنا عليها. لكن مجهودك وتعبك وشقاكي وشغلك ونجاحك ده بتاعك انتي، ما تتخليش عنه ولا لأي حد ولا لأي سبب. شايفين انا عملت ايه دلوقتي؟ انا كل الفكرة دمجت الخطين ببعض، يعني خط الكونتور بخط الكونسيلر عشان ما يبقاش عندي خطوط واضحة. انا مش عايزة اشوف خطوط، انا عايزة اشوف كل حاجة مدموجة، واللي عايزة اخبيه خبيته بس بطريقة احترافية. يعني طبعا هي قالت لي كومنت حلو قوي ان انا حاسة ان كل حاجة في حاجات واضحة وحاجات مستخبية، بس انا يعني مش شايفة خطوط لاني كان ليها اكيد تجارب سابقة قبل كده. هي كانت عموما مبسوطة باللوك جدا، وانا كمان كنت مبسوطة باللوك ومبسوطة بيها هي كشخص اكتر. هي بجد حتة بونبوناية يعني. ربنا يبارك كل حاجة بتعملها. وطبعا سمعتوا صوتها، قولولي من فضلكم ايه رأيكم في صوتها. شايفين انا عملت ايه دلوقتي؟ انا طلبت منها ترفع عينها فوق عشان اثبت تحت العين، لانه طبعا احنا رطبنا تحت العين، بس لو حصل ونزلت عينها وانا ثبت الخطوط هتفضل موجودة، مش هتتكنسل. زي ما انتم شايفين كده رفعت عينها، اتأكدت ان رفع عينها وانا اتأكدت ان انا ما عنديش خطوط، وابتديت اثبت الفاونديشن بتاعي كله. بثبت باللوز باودر بتاعت هدى بيوتي، طبعا من افضل اللوز باودر اللي اشتغلت بيها، مع لورا مارسيه حلوه جدا. لو انتي مبتدئه ويعني ودول شويه وانا عارفه ان هم غاليين، ممكن اريسبون او كيرلان برضو سعرها مقبول. يعني في كذا حاجه حلوين وسعرهم مقبول. هبدأ اثبت. انا دايما وعادة بتشوفوني بحب اثبت بالفرشة. الشعر اللي في الفرشة لما بضغط بيه على الفاونديشن وضغطة خفيفة مش كتيرة بيدخل جوه الفاونديشن بيثبتهولي. وزي ما انتم شايفين انا دايما بشتغل بلوز باودر شفافة، لانه بيحافظ لي على اي الوان انا حطيتها تحت، بيحافظ على كل حاجة، فبيخلي لي اللوك بتاعي ما بيتأثرش، او لون اي حاجة انا بحطها ما بتتغيرش. زي ما انتوا شايفين كل حاجة موجودة زي ما هي. طبعا انا اللوز باودر ده مش بشيله غير لما بخلص اللوك بتاعي خالص، علشان ابقى متأكدة انه حصل تثبيت وتثبيت كويس قوي. زي ما انتوا شايفين كده ببدأ اثبت كامل الوجه. بحط شوية لوز باودر كده على الحواجب علشان لما ابدأ اثبتهم بالواكس ابقى متأكدة. شايفين خدتوا بالكم؟ ابقى متأكدة انه اي مرطب راح لي على الحواجب انا كده فصلته باللوز باودر. تمام. اوعي يا ستي دراك.
ثبت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واتأكدت ان انا ثبت كل حاجة. شايفين الضغطة دي ما تقلقوش منها، مش هتبوظ اللوك بتاعك، ولكن هتبقي تأكدتي انه اللوس باودر راح في مكانه، والفاونديشن كله ثبتيه زي ما انتوا شايفين. ثبت طبعا منطقة الرقبة. تمام. في تكنيك مهم جدا للحواجب، هتندموا لو ما شفتوش. يعني اللي وصلت للفيديو ده تشد صاحبتها وتقول لهم تعالوا نشوف التكنيك بتاع الحواجب، شوية مختلف وحلو جدا وسهل جدا لو انتي مبتدئة. تمام. قمر قوي وحلو جدا. ودلوقتي زي ما انتوا شايفين هبدأ اشتغل في لوك العين. مش عايزه اقول لكم الفيديو ده ليه قد ايه، ومش عارفه اعمل له مونتاج بسبب ضغط الشغل، بس الحمد لله النهارده قلت لهم بصوا انا في السنتر دلوقتي، فقلت لهم انا هدخل كده في الاوضه بتاعتي وهعمل المونتاج عشان اقدر انزل الفيديو. تمام. كده يا بنات جبت الفرشة بتاعة الحواجب، وجبت الشمع بتاع الحواجب او الواكس او الصابونة زي ما انتوا بتسموه في بلدكم او في البلد اللي انتي منها، وببدأ ارفع الشعر بتاع الحواجب بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. بسرح شعر الحواجب شوية. شايفين انا لسه ما اشتغلتش، وهقرب لكم الكاميرا عشان تشوفوا. يا دوب بس برفع الحواجب. شايفين شكل الشعريات لما بتثبت قد ايه؟ تكنيك حلو جدا، بس لسه التكنيك المهم اللي لازم تشوفيه. تمام. برفع الحواجب بالشكل ده بالشمع او الواكس. بثبت بايدي كده عشان ابقى متأكدة ان انا ثبت الشعر في مكانه. تمام. انا مش عايزاكم بس تملوا مني في الكلام، لانه انا فعلا عايزاكم كلكم تستفيدوا بكل خطوة انا بعملها. تمام. اتأكدت وثبت الحواجب ودوست بايدي كده عشان اتأكد انه شعر الحواجب في مكانه زي ما انتم شايفين كده. عايزه اعمل لكم جولة في السنتر كله، بس استنوا عليا كده. بجيب كوليكشن جديد فساتين هيعجبكم قوي، ان شاء الله هعمل لكم جوله حلوه قوي قبل راس السنه. هتشوفوا التجديدات والتغييرات اللي بعملها مع كل سيزون، سواء رمضان او الاضحى او راس السنه. فبنعمل شويه حاجات حلوه قوي في السنتر، يعني بتفرح العملاء بتوعي. شايفين بقى التكنيك اللي انا هقول لكم عليه ده؟ بصوا انا بعمل خط واحد كده زي ما انتم شايفين، خط واحد بس، وبجيب الفرشة بتاعتي بسحب من الخط اللي عملته، وانا كده ولا كده مثبتة الشعريات في مكانهم، فهتلاقيهم يترسموا بسهولة شديدة جدا. الكلام ده للبنات المبتدئة اللي لسه مش عارفة تعمل تكنيك الهير باي هير. عملت خط وبالفرشة بتاعة تسريح الحواجب. بصوا بقى، عايزاكم تركزوا قوي من فضلكم، ركزوا جدا في التكنيك ده. شايفين انا رفعت
الجل بتاع الحواجب اللي هو من انستازيا. هعمل خط تاني واجيب الفرشة برضو بتاعة التسريح بتاعة الحواجب وبرفعها، بيديني شكل طبيعي جدا جدا. ولان هي كانت الصبح وحفلتها كانت الصبح، فكانت محتاجة حاجة تكون شكل ناتورال اكتر منه. شايفين انا قربت لكم عشان تشوفوا التكنيك قد ايه سهل جدا لو بنت مبتدئة اول مرة تعمل الحواجب. طبعا خدتوا بالكم ان انا ما نضفتش تحت الحواجب، لان انا عارفة انه في حاجات هتبوظ تحت الحواجب، ولكن هرجع اصلحها. يعني انا ما نضفتش متعمدة عشان تبقوا عارفين التكنيك ده لو هتعمليه ما تنضفيش الاول تحت الحواجب. تمام؟ زي ما انتم شايفين بملى بقى بعد كده الخطوط الفاضية بعد ما رفعت الجل بتاع الحواجب بالشكل ده بالشعر. تمام؟ شايفين؟ صدقوني يعني اكتر حاجة بتظلم فعلا الكاميرا ظالمة جدا جدا الشغل، على الحقيقة احلى بكتير جدا. هبدأ أأكد برضو على الخطوط بتاعتي. كل اللي بعمله دلوقتي لو انتوا واخدين بالكم أنا يعني بثبت بس الشعرية بتاعتي في مكانها. تمام؟ شايفين الفرق بين الحاجب ده والحاجب ده؟ وطبعا بيظهر قوي قوي. هي عجبها التكنيك ده قوي، قالت لي حلو جدا، شكله طبيعي كتير قوي. وهبدأ انضف تحت العين. تمام؟ هي مصرة تشوف تتفرج، يعني فاتحة عين وقافلة التانية. فهبدأ دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده اخد خط تحت الحاجب بالظبط. تمام؟ خط واحد بس تحت الحاجب، وببدأ املى وانضف على العين كلها. تمام جدا. شايفين هي بتقرب عشان تتأكد انه شكل الحواجب طبيعي. طبعا البيوتي بلندر بتاعتي دي يا بنات دي مهمة جدا جدا عشان بس اتأكد ان انا ما عنديش خطوط وما عنديش كونسيلر زيادة. ده مهم جدا. طبعا كل ما بتقرب انا ببقى مبسوطة اكتر، لانه انا يعني انتوا شايفين الحواجب عن قرب اكتر. هبدأ اثبت بالشكل ده. تمام؟ قلت لها لا خلاص كفاية كريستينا كده، اقفلي بقى عينيكي عشان نبدأ نشتغل. تمام؟ ثبت يا بنات الجزء اللي فيه الكونسيلر بالكامل. شايفين لون الكومباكت باودر نفس لون الفاونديشن، مش بعيد عنه كتير. تمام؟ يا رب يعجبكم التكنيك الجديد ده، اللي لو اول مره شفتيه قولي لي انا اول مره اشوفه، واشجعك لو مبتدئه انك تعمليه علشان هتستفيدي بيه جدا. تمام؟ انا بحاول على قد ما اقدر تبقى الكاميرا واضحه. طبعا ساعات بيبقى ظروف خارجه عن ارادتي انه مش ببقى شايفه الكاميرا كويس، ف بيبقى غصب عني يعني.
زي ما انتم شايفين، زي ما عملت هناك بعمل هنا. حطيت الجل بتاع الحواجب خط واحد، وابتديت اسرح الحاجب بالشكل ده. تمام. تمام جدا. بسرح برضو عشان اسحب خطوط من الحاجب بالشكل ده. يا رب يكون التكنيك الجديد عجبكم يا بنات، واتمنى تدعموني بجد باللايكات. القناة ايقاعها مش ضعيف، يعني ميت، الايقاع وحش جدا جدا، مش فاهمة مين السبب. يعني انا يعني شبه منتظمة في تنزيل الفيديوهات، بحاول اجتهد ان انا اجيب لكم كل حاجة جديدة. اي معلومات عندي مش ببخل عليكم بيها، بس مش فاهمة في ايه. تمام. زي ما انتم شايفين كده سرحت بالشكل ده. تمام. كده يا بنات انا نظفت تحت العين، وهبدأ دلوقتي اعمل اللوك بتاعي. زي ما انتم شايفين اللوك النهارده يعني بسيط جدا جدا، تقريبا لونين كده. بدأت باللون الانتقالي اللي هو في منطقة الجفن الثابت زي ما انتم شايفين. هو عموما اللوك بسيط قوي، احنا يعني كنا عاملين لوك صباحي، فهتلاقوه مش جريء، مش تقيل. بس هي وعدتني ان احنا هنعمل لوك تقيل ولوك جريء. ف زي ما انتم شايفين كده اللون الانتقالي مليت بيه الجفن الثابت، ونفس الخطوة هعملها في الحاجب التاني. دايما بقول انتي لو مبتدئة من فضلك ما تخلصيش العين بالكامل وترجعي تعملي العين التانية، لا، نفس الخطوة اللي تعمليها هنا اعمليها الناحية التانية، مهم جدا. انتظروا لوك جامد جدا جدا مع كريستينا. في مفاجأة حلوة قوي قوي هنعملها قريب يعني. فعايزين بقى تشجيع 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 كبير قوي للمفاجأة اللي احنا هنعملها مع بعض. تمام. زي ما انتم شايفين كده تقريبا خلصت اللون الانتقالي. شايفين سهولة التكنيك، سهل جدا مش صعب، ولون بسيط. جبت كده لون يعني نود برضو بس اغمق شوية. حبيت يعني افخم كده شكل اللوك بتاعي بالشكل ده. تمام. ده اللون الماستر اللي هو على الجفن المتحرك بالشكل ده. بوزعه على الجفن المتحرك وبدمج اللونين ببعض. تمام جدا. زي ما انتم شايفين كده بنات بالفرشة بطير ليه بقى، عشان انا حاطة بيز كده تحت العين، علشان لو في اي زيادة في او حصل اي تساقط من الشادو على منطقة الخدود دي اقدر اشيلها بسهولة. بحدد بالشكل ده بكومباكت باودر او بلوس باودر او لون شادو اللي يريحك واللي يعجبك حددي بيه شكل. يعني احنا عاملين لوك مش شارب قوي، بس انا بفضل دايما ان انا احدد شكل العين، بيبقى شكلها الطف بكتير وحلوة جدا زي ما انتوا شايفين.
طبعا ما ينفعش احدد بحاجه ليكويد، لازم احدد بحاجه باودر. تمام. هبدا اعمل الايلاينر بتاعي. الايلاينر بتاعي كان عظمه قوي قوي في اللوك ده. بسحب خط واحد واطلع بيه على فوق، وحابين او انت ترتاحي ترجعي بالخط التاني من تحت على فوق او من فوق على تحت، الاتنين صح. المهم تجيبيه لنهاية العين بشكل حلو، يعني يبقى نهاية العين خط الايلاينر رفيع جدا، ما يبقاش عريض. تمام، حلو قوي. هنعمل العين التانية كمان، احنا مش هنعمل عين ونسيب التانية. زي ما عملت الناحية التانية ببدأ اجيب تقريبا من 3/4 العين، بطلع بخط واحد انزل بالخط ده. حكاية سهلة جدا مش صعبة. كده خلصنا الايلاينر بتاعنا في العينتين الاتنين. هبدأ دلوقتي اعمل الخطوة اللي بعدها. تمام. حلو قوي كده. طبعا على ما الايلاينر بتاعي ينشف هبدأ ممكن احط البلاشر، احط الكونتور. طبعا كانت بتتوب لان هي جايه بدري قوي. على فكره انا اتوبت معاها، واتوبوا انتوا كلكم. اللي وصلت معايا للفيديو صمدت معايا للفيديو لغايه هنا تقول لي انا اتوبت كمان. جبت البلاشر بتاع نارس وابتديت احط البلاشر بتاعي. وحياة ربنا عايزه انام. التتويبه بجد يعني معديه. زي ما انتم شايفين كده حطيت البلاشر بتاع نارس. صحيح يا بنات، ايه رأيكم في اللوجو بتاع السنتر؟ انا عملت لوجو جديد ونزلته على القناة. ايه رأيكم؟ اللوجو ده حلو واحلى لوكيشن للتصوير. هنزل لكم كام صورة للوكيشن تصوير، عايزاكم تقولوا لي احلى لوكيشن تصوير انا بصور عليه. اللي انا بحضر لوكيشن جديد في الجزء ده اللي هو ورا العروسة، فقولوا لي رأيكم ايه. هنزل لكم 3 لوكيشنات للتصوير، 3 لوكيشن للتصوير، وقولوا لي احلى واحد فيهم ايه علشان هو ده اللي هيعتمد. لزقت الرموش. طبعا يا جماعه مهم جدا انك لما تلزقي الرموش تبقى الجلو بتاع الرموش اتشمع علشان يلزق بسرعه، وفي نفس الوقت ما يكونش نشف عشان ما يلزقش خالص. يعني ما تخليهوش ينشف، لو نشف خالص مش هيلزق خالص، ولكن تخليه يتشمع تقريبا 30 ثانية. حتى لو معلوماتي مكررة، بس في ناس جديدة دخلت القناة يمكن أول مرة تشوف فيديوهات ليا، فأنا بحب أكرر المعلومة علشان الكل يستفيد. شايفين الرموش اتلزقت في ثواني. أنا بشوف ناس بتعمل مصارعة محترفين عشان تلزق رموش. أنا بجد بتفرج على فيديوهات بحس ان الناس دي يعني مش تنمر والله ولا غرور، بس فعلا في مصارعه لغايه ما بتلزق الرموش، والحكايه سهله جدا زي ما انتم شايفين. ما فصلتش اصلا الكاميرا، في ثواني الرموش لزقت. تمام. هي بصوا اول ما فتحت عينيها كده، شايفين شكل الرموش بتعمل ايه في اللوك؟ شايفين العين دي شكلها ايه والعين دي شكلها ايه؟ تمام. لزقنا الرموش التانية في ثواني، ما بتاخدش وقت خالص. شايفين نظافة اللوك؟ خلوا بالكم انا بصور والله تاني بدون فلاتر، بدون اي اضافة، زي ما كاميرا الموبايل بتاعي بالظبط.
هي طبعا انبسطت قوي وعجبها قوي اللوك، يعني بجد كانت فرحانة قوي بيه. عجبها قوي وانبسطت قوي، والحمد لله يعني كانت راضية جدا عن اللوكين ده واللي فات. بس هو ده اتنفذ الاول، وبعدين اللي نزل امبارح تقريبا او النهارده، لا امبارح تقريبا هو اللي اتنفذ بعدين، ده الاول. كده هبدأ، جبت اللون اللي فوق العين وهبدأ احدد بيه تحت العين زي ما انتوا شايفين. تمام. كل ما بتيجي تنزلي بالشادو اللي تحت شوية، بتحسي ان العين وسعت معاكي. تمام. حلوة قوي. في حاجات طبعا اتعملت اوف كاميرا، لان هي يعني معظم البنات عينيهم بتدمع، ففي حاجات هتلاقوها اتعملت اوف كاميرا، بس يعني المهم واصلاكوا الفكرة والدنيا حلوة معاكوا ومبسوطين ومستفادين، فهو ده اللي يهمني جدا جدا. زي ما انتوا شايفين اللوك عمل ازاي، شايفين قمر قد ايه اللوك. هبدأ امسكر يعني الرموش. في ناس بتقولي انا بخاف اعمل مسكرة للرموش الصناعي مع الطبيعي. لا ما تخافيش، انت لزقتي صح، فانت لازم يحصل دمج بين الرموش الطبيعية والرموش اللي انت ركبتيها، عشان ما تحسيش انه في فاصل او في جزء تحت وجزء فوق. لا، اعملي الرموش مع بعضها، ما تقلقيش وما تخافيش. طول ما انت لزقتي حلو وصبرتي لغايه ما نشف اللزق، خلاص ما تقلقيش. تمام. كده بس حد اضاءه خفيفه قوي لمدمع العين بس، زي ما انتوا شايفين حاجه بسيطه قوي لمدمع العين. تمام. قمر يا كريستينا. بفرشتي بطير الزيادة زي ما انتم شايفين كده، وسهل جدا ان انا اطيرها، لانه انا لسه كل حاجة ما اتثبتتش كده. هنبدأ نحط الروج. هي بتقولي تحفة تحفة، هي كانت مبسوطة قوي. بحط التحديد الاول بتاع الشفايف. يعني هي عايزة اقول لكم اشادت جدا 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 بتحديد الشفايف. قالت لي يعني معظم من الناس اللي بتعمل، يعني مش هنقول ان هي عملت عند ناس كتير، بس هي اشادت بالتحديد بتاع الشفايف وبشكل الشفايف نفسه، عجبتها. ده روج من ميبيلين، وطبعا انا ناسيه الرقم بتاعه. وطبعا احنا هنحط اشياء اخرى، يعني استنوا كده عشان تشوفوا باقي الجزء. يعني انا راسي لازم تخبط في العميله او في الزبونه، لازم يعني اطلع براسي كده. شايفين اللون قمر ازاي، وهي شفايفها نونو قوي، فهتلاقوني شويه هكبرها سيكه، شويه صغيرين، بس هي حلوه يعني من غير حاجه. تمام.
بجد اللوك ايه رأيكم فيه يا بنات؟ هي كانت مبسوطة قوي، بس ايه رأيكم بجد اللوك عجبكم؟ بجد اتمنى اكون بفيدكم. جبت درجة اغمق شوية صغيرين علشان تظهر، لانه شفايفها صغيرة جدا، فجبت درجة اغمق وحاولت اطلع بره اطار الشفايف عشان تظهر اكتر. عملت لها فوليوم شوية لشفايفها. عايزين بقى تشجيع جامد قوي. انا كده كبرت شويه الشفايف وكده اللوك بتاعي خلص. برش الرشه بتاعتي بتاعت الفيكس بلس. الفيكس بلس ده عشان يطير اللوز باودر اللي موجود عندي، وهرش رشه من الفيكس سيتنج اللي هو سبراي سيتنج، اللي هو المثبت بتاع الميك اب اللي انا برشه دلوقتي من كيرولان الازرق. حرفيا قالت لي انا قعدت مثلا ساعه وانا بشيل في الميك اب، شلته بالعافيه. يا رب تكونوا اتبسطتوا باللوك ده، يا رب.